اسمي بهية العلي من الصرين. بالنسبة لوضع الدير يعني حاليا اللي انصدمنا فيها صارت الصدمة المفاجئة، انه صار في حرب بالدير وحرب مفاجئة للضحايا للمجزرة اللي صارت بالدير. الدير السنة الماضية كانت مو مثل السنة هاي، السنة اللي قبلها بعد تحريرها من الميليشيا المدعومة من تركيا كان وضعها يعني تقريبا 95%، بس حاليا صارت 50% من أسباب الميليشيا الموجودين من ضمن الأهالي، من ضمن المرتزقات، من ضمن الكتل اللي موجودة اللي عم بتسبب الإرهاب هذا. يعني قبل ما كان به الإرهاب هذا كله، هم صار فصيلة وإرهاب كتل سياسة أمنية، سياسة دولية لتخريب المجتمعات، لما تخريب المكونات، لتخريب منطقة شمال شرق سوريا خاصة. بالنسبة للنظام، النظام كان بده أنه يسوي اتفاقيات مع قواتنا، قوات قسد، قوات سوريا الديمقراطية، يسوي تخطيطات أمنية سياسية لصالحه طبعا، مو لصالح المجتمع ولا لصالح صاحب الأهالي المدنيين. كان بده نقط أو مراكز أمنية، نحن تصدينا هالشيء هذا وما أعطيناه يلي بده إياه. اتفق مع الدول الثانية مشان تخريب هالمكان هذا. بالنسبة لتقسيم جغرافية سوريا، يعني هي صارت السياسات الأمنية، يعني الرؤساء بين بعضهم صارت على اتفاقيات انه تقسيم شمال شرق سوريا الى اقسام، ما هي سوريا كلها كرة ارضية واحدة، شعب واحد، كردي عربي يزيدي، ما في فرق وين ما كان. صار هو سبب التقسيم الطرف الشرقي والطرف الغربي، يعني الطرف الغربي يعتبر لنظام الاسد والطرف الشرقي لتركيا. رفاق قوات قسد يعني تصدوا هالهجمات هاي، حتى عارفين يعني قدمت ضحايا، يعني قدمت الارض والعرض مشان هالقضية هاي وما استسلمنا. باقين نحن على عهدنا ووعدنا للشهداء، قدمنا شهداء، نحن مو مشان نعطي الأراضي للتركية أو للنظام السوري، نحن الأراضي إلنا، نحن ملك، نحن شعب كشعب سوري، نحن إلنا الحق نعيش بهالأرض هاي، كرامتنا نحن. اسمي نعيمة أحمد من صرين، من المكون العربي. طبعا كل المناطق بشكل عام، مو بس دير الزور، كلياتنا عشنا المعاناة من داعش وشفنا ويلات داعش. ما حدا كان يقدر يحكي ولا حدا كان يقدر يتنفس خالص، لحتى ما جاء قوات قسدة حرموا المناطق وأعطونا حقوقنا، وعشنا بأمان لفترة صرنا أكثر من 7 سنين. هاي عايشين بأمان واستقرار، ونحن كونا حالنا، نحن مو بس نحن لحالنا. اليوم مجزرة دير الزور والأطفال اللي عتموت، طبعا دير الزور وانتفاضة العشائر هاي وين كانت قبل؟ ما حدا كان يقدر يحكي. على ايام داعش ما بي كان شيخ يطلع ويقدر يفتح اثمه ويقول ليش. كان داعش تذبح جدا، الاخ كان يذبح قدام اخوه ما كان يقدر يحكي كلمة، كان يدير ظهره، واذا دار ظهره ينذبح وراء اخوه. طبعا ما كان لا شيخ يحكي ولا كان حدا يقدر يتنفس. اليوم وين الغلط؟ شنو الغلط اللي صارنا كم سنة بأمان واستقرار، جايين اليوم دير الزور، دير الزورنا. دير الزور مو بس دير الزور، للكل، لكل العالم. هاي المجزرة والأطفال اللي ماتت والمشاكل اللي عتصير كلياتها، هاي مو صايرة فجأة، هاي كلياتها خلايا، كلياتها كان مشتغل عليها. طبعا روسيا، النظام، وتركيا كلياتها متدخلة بيها. طبعا هاي صارت بعد ما النظام، صارت مفاوضات مع تركيا وروسيا، كلياتها صارت، هاي كلياتها جديدة. أكثر حدا عانى من داعش هو أني. طبعا أني يجوز الشخص الوحيد اللي ما لبس النقاب، ما تنقبت. ولما مشت الحملة الكل طلعوا ولجأ، أني ما طلعت من بيتي لأنه ما نجم مساوية شيء غلط. مبين حكم داعش هذا هو مبين، اللي هدى المدارس، اللي خرب قبل ما يروح، هذا بده مجتمع، بده أطفال تتعلم، ما بده. هاي كلياتها احنا نعرفها، بس كان بي خوف، كان بي ذبح. العالم ما كانت تسترجي تحكي شيء، ولا شيوخ كانت تسولف. اليوم الشيخ لما يشوف المدرسة عم تنهد وابنه ما يتعلم، معناته شنو؟ كان شايف وساكت. والحصار العكس، ما لهم أي أساس. المشايخ اللي عم تحكي والمنتفضة هي ما ولا على أي شيء مبنية، كلياته نحن نشوف ونعرف، كلياته غلط بغلط. مستحيل مستحيل، أنا ما أقدر أرجع ولا خطوة على العهد اللي كنا عايشين بيه. كان اللي يجي اليوم يجي أفغانستاني ويجي شيشاني يقول لي تغطي، أنا أعرف هي مرته متغطية ولا مو متغطية لحتى يجي يغطيني. إحنا ما سوينا شيء غلط، إحنا كنا محكومين مجبورين ذبح، والعالم تخاف، ما حدا كان يقدر يحكي. ما ارجع ولا خطوه لورا، بالعكس اكمل لقدام وما حدا له شيء عندي، طالما اني ماشيه صح
وعلى كل مرة كل الناس عم تشوفه صح، ما بشي غلط. احنا كنساء ايد وحدة وكلياتنا قلب واحد وايد وحدة وتفكير واحد، ما رح نخلي ولا حدا يفوت بيناتنا، ورح نكمل مشروعنا على هذا الاساس وما حدا له شي عندنا. فاطمة الملا من صرين. نحن نحكي على فترة صرين وقت داعش اجوا بس لمحة. نحن هون كنا بصرين ما حد يستجي يطلع على الشارع، لازم المرأة إذا حتى تنشر غسيل فوق مغطاية كامل. وقت الصلاة لازم الزلم كلها تتوضا وتصلي، وفي ناس تصلي بدون وضوء، يعني سووها سياسيا. ما تشوفي احنا برمضان صايمين، هو مو لازم ماسك دينه وشي، هو مفطر يقول لك انا بحالة حرب. هو بصرين حالة حرب. عندنا هنا قوات قصدة يوم ندخلوا المنطقة بالعكس احنا حققوا لنا الأمان، بالعكس احنا المرأة تطلع تفوت، أولادنا مأمنين إذا طلعوا فاتوا، المدارس انفتحت، المؤسسات كلها بإدارة مشتركة مرأة ورجل، المرأة ماخذة حقوقها كامل. نستنكر احنا عندنا مشكلة الدير حاليا صارت هي وراها أعداء خارج سوريا، وهذول خلايا ليهم. انه اليوم تونهم جايين شيوخ عشائر يطالبون بالمنطقه، ليش اول يوم داعش كانوا بالمنطقه ليش ما كانوا موجودين؟ هذول كلهم خلايا مسيسين من برا من النظام. طبعا بده نقاط هين عسكريه ما اخذ، صار هنا خط تماس بين منطقه قصده شمال شرق سوريا ومنطقه الدير. احنا نستنكر الضربات على الدير لاني قتلت اولادنا، ولا عم يستشهد اذا مدني ولا عسكري كلهم اولاد المنطقه، بس هذول مشريين كم شخص ينشرون للدول الخارجيه ويبلشوا يحاربوا باسم المنطقه. المنطقه ما تريد هالشيء هذا خالص. مشروع الامه الديمقراطيه مشروع التآخي بين كل المكونات. نحن عايشين لا بفرق لا بين كردي ولا عربي ولا سرياني ولا تركي، من اول احنا عايشين، بس في ناس عم بتسوي فتنة، يعني في خلايا إلها غاية إنه تصير فتنة بالمنطقة. بس حاليا صرين أظن إنه ما بها الشغلات هاي.